بيكم يا ملوك وعناصر النار، يا أهل الحماس والطاقة. الفيديو ده ليكم مخصوص. هنتكلم فيه عن ال4 شهور الجايين والهدية الكبيرة اللي مستنياكم بعد ما كوكب الحظ المشتري أخيراً بطل تراجع وبدأ يتحرك لقدام في مساره الطبيعي. خلاص، فترة التعطيل والوقوف خلصت، وفي طاقة توسع وانفراجة جاية في الطريق. قبل ما نبدأ ونعرف التفاصيل، ما تنسوش تدعموا القناة باللايك الجميل بتاعكم وشير للفيديو مع كل حبايبكم من برج القوس والأسد والحمل، واكتبوا لي في الكومنتات مستنيين إيه من ال4 شهور دول. يلا بينا نبدأ القراءة، ونبتدي ببرج الحمل. بص يا حمل، عارفة إن من أول شهر نوفمبر اللي فات إن الدنيا ما كانتش سهلة خالص، وكان في إحساس إن في حاجة مش مظبوطة. الدنيا هديت بزيادة، والشغل بقى محلك سر، وحتى المشاعر بقت تقيلة، وكأن الحظ اللي كنت مستنيه قرر ياخد استراحة طويلة وما بيسألش. الحقيقة إن كوكب المشتري، كوكب الأمل والتوسع، كان في حالة تراجع، وده اللي خلى الطاقة فيها نوع من التقييد والخنقة. لكن من أول يوم 10 أو 11 مارس المشهد كله بيتغير تماماً. المشتري هيبدأ يتحرك لقدام في برج السرطان، وده مكان عزيز عليه جداً. الكوكب هنا بيكون في قمة كرمه وطاقته. بس ليه الفترة اللي فاتت ما كنتش حاسس بالكرم ده؟ لأن المشتري وهو داخل السرطان الصيف اللي فات دخل في مواجهة صعبة مع كوكب زحل التقيل، فكان الحظ موجود بس مكتوم، والفرص كانت بتيجي بطلوع الروح. دلوقتي وفي خلال ال4 شهور الجايين، التركيز المرة دي مش بس على النجاح اللي الناس شايفاه من بره، لأ، ده على العالم الداخلي والراحة النفسية. لو كنت شايل هموم قديمة أو مواقف من الماضي لسه مأثرة عليك، الفترة دي هي وقت التصالح الحقيقي والنمو. كواكب تانية زي عطارد والشمس في برج الحوت كون شجاع كفاية إنك تواجه نقط ضعفك وتحولها لقوة جبارة. وفي وسط كل ده في عملية فلترة كبيرة بتحصل في حياتك الاجتماعية. كوكب زهرة فينوس بيدي إشارة واضحة إن في ناس صلاحيتهم انتهت ولازم يخرجوا من حياتك عشان يفضوا مكان لناس تانية بجد يقدروا قيمتك ويحتووك. مفيش مكان خلاص للناس اللي بتمتص طاقتك أو اللي مش بيقدروا مشاعرك. زحل المرة دي بيخليك أقوى، ومش هتقبل بأقل من اللي تستحقه في أي علاقة تدخل حياتك. خلي عينك دايماً على يوم 13 إبريل ويوم 9 يونيو بالتحديد. الأيام دي فيها عوض حقيقي. لو مستني خبر عن سكن جديد، أو عايز تغير حاجة في ديكور بيتك، أو حتى في كلام عن زيادة في أفراد العيلة، المشتري وفينوس هيبعتولك رسائل طمأنينة إن التفاؤل راجع وبقوة. ومادياً خليك ذكي ومنفتح على الأفكار اللي بره الصندوق. كوكب أورانوس لسه بيحرك ميزانيتك، والمشتري مع عطارد بيقولولك إن رزقك ممكن يجي من فكرة إبداعية تعملها وإنت في بيتك، أو مشروع تسويقي ذكي بيعتمد على خيالك. المهم إنك تدير طاقتك بحكمة وتحط حدود واضحة مع كل اللي حواليك عشان ما تهدرش مجهودك مع حد ما يقدرش. باختصار يا حمل، إحنا داخلين على فترة ترميم شامل للروح وللبيت وللقلب، وبمجرد ما نوصل لآخر شهر يونيو وكأنك كنت بتستعد طول الشهور اللي فاتت عشان تطير من جديد في سماء الحظ اللي بجد. كل التوفيق والحب ليكم. نخش بقى على برج الأسد. أهلاً بيك يا برج الأسد. الكلام اللي جاي ده مهم جداً ليك. كوكب المشتري، كوكب الحظ والتوسع، كان في حالة تراجع بقاله 4 شهور، وده اللي كان مخليك حاسس إن الأمور واقفة أو تقيلة. بس الخبر الحلو إن يوم 10 و11 مارس المشتري هيبدأ يتحرك لقدام تاني، وهيفضل منطلق لحد آخر شهر يونيو. وقتها هيوصل لبرجك أنت يا أسد لأول مرة من 11 سنة. خليني أكون صريحة معاك، الفترة اللي فاتت من شهر يونيو اللي فات ولحد دلوقتي كانت رحلة داخلية بحتة. المشتري كان في بيت الخفايا عندك، البيت ال12، وده اللي خلى تركيزك كله على إيمانك، نفسيتك وروحانياتك. لو كنت حاسس بضغوط أو قلق أو حتى أزمات نفسية متكررة، فده طبيعي جداً، لأن المشتري كان محاصر بطاقة زحل الصعبة. انت كنت بتتعلم بالطريقة الصعبة ازاي تفهم نفسك وتكتشف قوتك من جوه. دلوقتي ومع حركة المشتري المباشرة، انت عندك فرصة ذهبية. المعرفة اللي جمعتها عن نفسك، دروس الماضي، وعمليات الاستشفاء اللي مريت بيها، كل ده هيتحول لقوة حقيقية في الفترة اللي جاية.
المشتري بيعمل اتصال ممتاز مع عطارد كوكب التواصل، ده بيقولك فتش في الأعماق، سواء في علاقاتك العاطفية أو حتى في أمورك المالية والبنكية. لو في وضع مش مريحك، دي اللحظة اللي هتسترد فيها سيطرتك وقوتك، هتحول التفكير والتردد لفعل حقيقي على الأرض. فينوس كمان موجودة في مكان بيخليك تدور على الحقيقة في علاقاتك. انت دلوقتي في حالة جدية جدا، ومش هتسمح لأي حد يهز مقتنعاتك. لو في شخص مش مقدر عالمك الداخلي أو مش بيدعمك نفسيا أو حتى في الشغل مش بيقدر قيمتك، هتلاقي نفسك بتنهي العلاقة دي بمنتهى الهدوء والثقة قبل ما يخلص شهر يونيو. أما بالنسبة للفلوس والشغل، الفرص جاية خاصة في نص شهر إبريل. ممكن شغل قديم يرجع يظهر تاني، أو مهارة كنت نسيها تستخدمها بشكل جديد يدر عليك دخل. ولو شغلك متعلق بعلم النفس، الاستشفاء أو مساعدة الناس، فده أكتر وقت هتحقق فيه نتائج مبهرة. الخلاصة يا أسد، أنت كنت في مرحلة تطهير واختبارات صعبة من السنة اللي فاتت، ودلوقتي أنت قدي بشخصية أقوى وأوضح وأكثر وعياً. استعد عشان بنهاية يونيو هتكون مستعد لاستقبال المشتري في برجك، وتبدأ صفحة جديدة تماماً بوجوه جديدة وطاقة أنظف بكتير. خلي بالكم من نفسكم. نخش بقى على برج القوس. أهلاً بيك يا برج القوس. لو حاسس إن الفترة اللي فاتت كانت واقفة أو فيها تعطيل، فالفيديو ده ليك. عارفة إن المشتري هو كوكب الحاكم ليك، كوكب الحظ والتوسع، والخبر الحقيقي إن الكوكب ده كان في حالة تراجع من نوفمبر اللي فات، وده اللي خلى سقف طموحاتك ينخفض شوية، أو تحس إن الأمور مش ماشية بسلاسة، خصوصاً في الفلوس والعلاقات العاطفية. من شهر يونيو اللي فات وإنت في صراع. المشتري كان في برج السرطان، وده مكان بيحبه جدا، بس للأسف كان مخنوق بضغوط من كوكب زحل الصعبة، وده اللي خلاك تتردد في أي خطوة فيها مخاطرة أو استثمار. أو حتى في المشاعر كنت حاسس إنك مقيد ومش عارف تفتح قلبك زي الأول. بس تسمع بقى الخبر الحلو، من يوم 11 مارس ولحد آخر يونيو المشتري هيبدأ يتحرك لقدام تاني. ده معناه إن في طاقة فرج جاية. الفترة اللي جاية مش بس عن الحركة، دي عن التحول العميق. إحنا بنتكلم عن بيت المال المشترك، الاستثمارات طويلة الأمد، وحتى العلاقات الحميمة. لو كنت بتفكر تبدأ مشروع من البيت أو تعمل حاجة عقارية، أو حتى عايز تاخد ريسك في موضوع كان باظ منك السنة اللي فاتت، الوقت ده مثالي جدا. بس خليني أقولك نصيحة، سر الصنعة، اوعى تتهور. الطاقة اللي موجودة بتطلب منك توازن بين اللي انت عايزه كفرد وبين احتياجات الناس اللي حواليك. وعلم على التواريخ دي عندك، من 12 ل 14 إبريل في فرصة مالية أو مكسب عملي هيظهر في طريقك. والأهم هو يوم 9 يونيو، اليوم ده يوم الحظ ليك. كوكبي الحظ والمال، المشتري والزهرة، هيتقابلوا في بيتك الثامن، وده معناه انفراجة قوية جدا. ممكن تكون شراكة ناجحة أو تطور عاطفي كبير يخليك تحس إنك أخيراً بدأت تزهزه من جديد. القوس معروف بالثقة الزايدة، بس الدرس المرة دي إنك تشتغل بذكاء وتصبر. لو في علاقة مش مريحة أو فيها طرف بياخد أكتر ما بيدي، الوقت ده هو اللي هيخليك تحسم قرارك وتدور على راحتك النفسية وأمانك المادي. الأبواب بتتفتح والفرص بتناديك، بس خليك هادي وواثق إن اللي جاي أحسن بكتير من اللي فات. أشوفكم على خير في الفيديوهات الأسبوعية.